شخص قدر يخترق أكبر خزنة محصنة في العالم. تحصينها بيوصل ل10 طبقات من الأمان والحماية. صاحب سرقتنا قدر يسرق ماس وذهب وفضة قدر بقيمة 100 مليون دولار. كانت أكبر سرقة ماس على الإطلاق، وواحدة من أكبر عمليات السطو في التاريخ، لدرجة إنهم سموها سرقة القرن. ده مش بس قدر يخترق أكبر خزنة محصنة، لا ده قدر يخترق أكبر منطقة آمنة في العالم. ومنطقتنا اللي بنتكلم عنها هي مركز الماس العالمي ببلجيكا، واللي بيعتبر أكبر حي في العالم لتجارة الماس، لدرجة إن 84% من تجارة الماس الخام في العالم بيطلع منها. قصة سرقتنا النهاردة أحداثها مريبة وفيها تفاصيل وتخطيط ومكر وذكاء ودهاء رهيب، لدرجة ان معظم الماس المسروق مرجعش على الرغم من الاعتقالات والتحقيقات اللي استمرت وقت طويل. قصتنا من غرابة احداثها هتقول انها مش حقيقية، لكن في الحقيقة القصة حقيقية واحداثها واقعية. الفيديو تقريبا هيكون طويل جدا، وده باين من مدة الفيديو اللي ظاهرة قدامكم، بس تابع القصة للاخر لان القصة ممتعة واحداثها مثيرة. وعشان نعرف الحكاية يبقى نرجع للبداية. في يوم 17 فبراير لسنة 2003 المكان مدينة انتيورب في بلجيكا. أحداثنا بدأت في يوم روتيني عادي. كان في حارس أمن بيتمشى لحد ما وصل للباب الرئيسي اللي مبنى ضخم مصنوع من الخرسانة المسلحة، ودخل أرقام الباسورد وفتح باب المبنى اللي مصنوع من الزجاج المدرع. وبعدها دخل يتفقد الحالة الأمنية جوه مبنى مركز الماس العالمي في مدينة انتيورب البلجيكية. مبنى انتيورب هو عبارة عن قلعة محصنة متأمنة تأمين في غاية الصعوبة، لأنه المركز الرئيسي للماس في حي انتيورب، ودي منطقة مساحتها تقريبا 2 كيلو متر مربع. وزي ما قلنا إنها منطقة بتتحكم في 84% من تجارة الماس الخام حول العالم. المبنى بالكامل متراقب بالكاميرات، وكل الشوارع اللي حوالين المبنى مقفولة بحواجز حديدية لمنع العربيات تمشي فيها. ده غير ان عشان تدخل بس المبنى لازم يكون معاك بطاقة إلكترونية تسمح لك انك تدخل المبنى، او بمعنى تاني مش اي حد يدخل المبنى ده، لازم يكون معاه تصريح او بطاقة إلكترونية. المبنى من جوه بيحتوي على مكاتب لكل الشركات اللي في العالم اللي بتشتغل في الماس، يعني كل الموجودين داخل المبنى بيشتغلوا في الماس. المبنى متكون من 14 طابق، ولو نزلت تحت الارض بدورين هتوصل للخزنة الرئيسية للمبنى، واللي فيها اكبر كمية من الماس في العالم كله. كل المكاتب والشركات بتحط الماس بتاعها جوه صناديق خاصة داخل الخزنة الرئيسية. كل الشركات اللي في المبنى بتحط ماساتها وهي مطمنة، لأنها عارفة إن الخزنة دي تعتبر أكبر وأكتر خزنة مؤمنة على وجه الأرض، ويستحيل إن حد يخترق نظام أمانها ويسرقها، لأن الخزنة زي ما قلنا محمية ب10 طبقات من الحماية. زي مثلا أول حماية هتقابلك هو باب الخزينة نفسه اللي تقريبا وزنه 3000 كيلو، وسمك الباب نفسه 300 ملي أو 30 سنتي. وعشان بس تخترق باب زي ده أو تعمل فيه فتحة انت محتاج يكون معاك صاروخ أو منشار، وتفضل تحفر فيه لمدة 24 ساعة عشان بس تعمل فيه ثقب صغير. ده غير ان الباب نفسه متركب على جهاز استشعار انذار، ولو الباب ده اهتز هزة غير طبيعية او اتفتح الانذار بيضرب على طول. والخزينة كمان لها مفتاح تقريبا طوله 30 سنتي، وعشان اصلا تفتح بالمفتاح ده لازم الاول تدخل كلمة سر الكترونية اللي تفتح لك الباب الخاص لخرم المفتاح. وكلمة السر كمان متكونة من 4 خانات، وكل خانة بيتكتب فيها رقمين. يعني عشان تقدر تخمن كلمة السر انت محتاج عدد لا نهائي من الارقام عشان تجربها. ولو فرضنا ان معاك المفتاح ومعاك كلمة السر، لو فتحت الباب برضو الانذار هيضرب، لان جهاز الانذار عبارة عن قطعتين معدن متثبتين فوق الباب، ومجرد ما تفتح الباب وقطعتين المعدن يبعدوا عن بعض الانذار على طول بيشتغل. ولو عديت يا سيدي من كل ده، في جوه الخزنة كمية كبيرة من المستشعرات زي مستشعر الحرارة، مستشعر الحركة، مستشعر الضوء، ده غير كاميرات المراقبة المتركبة جوه الخزنة واللي الحراس بيراقبوها على مدار اليوم بالكامل. كمية حمايات موجودة في الخزنة دي بتخليها واحدة من أكتر الأماكن المحصنة وصعبة الاختراق في العالم كله. نرجع بقى لحارس الامن اللي كان عمال يتفقد الحالة الامنية في المبنى. والمبنى بتاعنا كمان مش بيضم بس الماس، ده بيضم ملايين الدولارات من بيع الماس، وده غير الماس اللي متخزن فيه، وده برضه غير الصناديق الامنة المقفولة واللي بتكون محطوطة في خزانات امانات ضخمة موجودة تحت المبنى. وده كان المكان اللي رايح عليه الحارس عشان يتأكد من سلامة كل شيء هناك. حارس الامن بتفقد المكان وهو ماشي ومش خايف وواثق بان كل شيء تمام، لانه بيحرس
أكتر مبنى محصن في العالم. وصل الحارس لحد أسانسير المبنى وركبه ونزل بيه دورين لتحت الأرض عشان يوصل لحد باب الخزنة الرئيسي. وهنا بقى الحارس يتفاجئ بإن باب الخزنة مفتوح، وكل صناديق الإيداعات مفتوحة ومنهوبة ومنهوب كل اللي فيها، والماس مرمي على الأرض وسبايك من الذهب كمان مرمية على الأرض، وفي حالة فوضى كبيرة جوه الخزنة. هنا هيجي بالك سؤال، مين المجنون اللي يقدر ينفذ سرقة زي دي؟ وهنا هنوصل لبطل قصتنا واللي نفذ واحدة من أذكى وأصعب عمليات السرقة في العالم، وهو الإيطالي ليوناردو نوتر بيترلو. ليوناردو بطل قصتنا هو راجل إيطالي موهوب بالسرقة، مش أنا اللي بقول، ده هو اللي بيقول على نفسه كده. قال أنا اتخلقت عشان أسرق، أنا عندي موهبة ولازم أستغلها. ليوناردو كان شخص اجتماعي جدا وودود، وعنده قدرة كبيرة إنه يقنع اللي قدامه بأي حاجة، زي أسلوب كده النصابين، بيقدر يخدرك بالطريقة والمعاملة الجميلة لحد ما ترتاح له وتحس إنه صاحبك، وبعد ما تديله الأمان اعرف ساعتها إنك هتاخد أكبر ألم على وشك. ليوناردو شخص بدأ حياته بالنصب والاحتيال، وبعد سن 19 سنة غير مجال النصب ودخل في مجال سرقة العربيات، ومش أي عربيات، ده كان بيحب يسرق نوع معين من العربيات، وهي العربيات الرياضية الفخمة. وبعدها بكام سنة طور نفسه ودخل في مجال سرقة الماس، وأول ما دخل مجال سرقة الماس لقى إن فلوسه كتير، وحس إنه أفضل وأأمن من سرقات العربيات بكتير جدا، لدرجة إنه فتح محل لبيع المجوهرات، وده لسببين. السبب الأول إنه هيقدر يبيع فيه الماس اللي هيسرقه، والسبب التاني إنه هيقدر يعمل شبكة علاقات قوية في المجتمع. بس يجي في يوم من الأيام ومحل الذهب اللي بيملكه ليوناردو يتسرق. متخيلين؟ حرامي يتسرق من حرامي تاني، بس ممكن بسبب السرقة اللي تعرض لها ليوناردو، واللي كانت سرقة مش قليلة، دي تقريبا اتسرق كل المجوهرات والماس اللي كانوا في محله. السرقة دي ادت له الدافع انه ينتقم من اللي حصل له، وانه يفكر في سرقة ضخمة تعوضه عن السرقة اللي اتعرض لها. ومن هنا جه التفكير لليوناردو انه يسرق خزينة مركز الماس العالمي. ليوناردو كان شايف نفسه فنان مش حرامي، وانه لو نجح في تنفيذ سرقة زي دي اسمه هيتخلد في كتب التاريخ والحرامية الفنانين، وانه على حسب كلامه قدم للعالم فن نادر انك تلاقيه، وهو فن السرقات، او انه ماشي بمقولة ان السرقة فن مش عن. وهنا نبتدي في اول خطوة في احداث سرقتنا. ليوناردو عشان ينفذ سرقة بالشكل والحجم ده كان لازم يعمل لها خطة محكمة، ولازم يدخل المركز اكتر من مرة عشان يدرسه ويفهم خريطة وطبيعة المكان. وعشان يدخل ليوناردو المبنى بشكل قانوني راح لمركز الماس وتواصل مع الإدارة وقال لهم إنه تاجر ألماس وعايز يأجر مكتب في المبنى، وهو فعلا كان صادق في كلامه لأنه فعلا تاجر ألماس وكان عنده محل لبيع الذهب والألماس. إدارة المكان راجعوا أوراقه وطلبوا ووافقوا له بكل سهولة على إنه يحصل على مكتب في المبنى. وهنا ليوناردو استلم أهم شيء هو كان محتاجه في بداية خطته، وهو الكارت الإلكتروني اللي بيه يقدر يدخل المكان ويخرج منه بكل سهولة، لأن البطاقة الإلكترونية اللي بيحصل عليها ده إثبات بإنك واحد من أصحاب المكاتب اللي موجودة جوه المبنى، وليك الحق تدخل المكان في أي يوم وأي ساعة أنت عايزها. خطة ليوناردو الأولى نجحت، وهنا هيدخل بقى على الخطة الثانية. بما إن ليوناردو مأجر مكتب جوه المبنى يبقى من حقه إنه يأجر صندوق أمانات جوه الخزنة الرئيسية، وبالفعل أجر ليوناردو صندوق أمانات، وبقى ليه الحق إنه ينزل الدور السفلي اللي فيه الخزنة ويدخلها بمنتهى السهولة. الخزينة الرئيسية زي ما قلنا إن بابها ضخم ووزنه فوق 3 طن، فكان في ساعات العمل بيخلوا باب الخزينة دايما مفتوح، وانت لما بتيجي تنزل عند باب الخزينة قبل ما تدخلها بتطلع بطاقة الاي دي بتاعك او البطاقة الالكترونية وبتظهرها قدام الكاميرا. موظف الامن اللي على الكاميرا بيراجع بياناتك وبيسجل دخولك وبيسمح لك بالدخول، وانت كمستأجر لصندوق امانات بتدخل تفتح صندوقك وبراحتك خالص تحط وتاخد منه اللي انت عايزه. لكن كان كل شيء بيكون برضو متراقب من الموظفين، وكلهم عيونهم عليك من خلال الكاميرات اللي موجودة في كل حتة جوه الخزنة وبره الخزنة. ليوناردو عشان يحل المعضلة دي كان بيدخل الخزينة معاه شنطة ايد زي شنطة اللابتوب، وكان حاطط فيها كاميرا، والكاميرا كانت طالعة من جزء بسيط من الشنطة عشان يقدر يصور كل حاجة جوه الخزنة، واللي منها وسائل الحماية والأمان اللي موجودة جوه زي الكاميرات ومواضعها أو أجهزة الاستشعار الحراري، وما سابش أي تفصيلة غير وصورها. فضل ليوناردو يكرر زيارته للخزينة عشان يجمع أكتر معلومات ممكن يحتاجها في سرقته. نسيت أقول لكم إن ليوناردو أجر المكتب بتاعه كان سنة 2000، أي قبل 3 سنين من العملية. متخيلين حجم وقت اللي اتعمل عشان ينفذ خطته؟ وعلى مدار 2 سنين وبالتحديد سنة 2002 قدر ليوناردو يجمع كل المعلومات والبيانات اللي محتاجها في سرقته، وبعدها رجع على مدينته الأصلية تورينو في إيطاليا.
ومدينة تورينو اللي اتولد فيها وكبر فيها ليوناردو دي من المدن الإيطالية اللي كانت مشهورة في حقبة الثمانينات والتسعينات بمدينة الحرامية. وكانت الناس هناك عبارة عن شبكات متصلة، يعني كل مجموعة متخصصة في سرقات معينة. وممكن لو مجموعة متخصصة في سرقات حاجة معينة بس في سرقتهم في حتة كده مش اختصاصهم، بيجيبوا حد متخصص من مجموعة تانية ويبقى من ضمن فريقهم في السرقة دي بس. او بمعنى اصح ما كانوش بيشتغلوا مع بعض ككيان واحد او عصابة واحدة، وكل شخص كان ليه مهارات معينة وكانوا بيتعاونوا مع بعض على حسب المهارات المطلوبة في المهمة. ليوناردو وصل تورينو عشان يقدر يكون عصابته ويختار فيها الاشخاص على حسب المهارات اللي هتخدمه في المهمة. وعليه كون ليوناردو فريقه اللي كانوا 3 أشخاص وهو رابعهم. وكان أول شخص تواصل مع ليوناردو كان اسمه فرناندو فينيتو، وده كان ملقبينه بالوحش. ونيجي بقى للشخص التاني وكان اسمه إليو دونيريو، وده كان ليه أهم دور في العملية وهنعرف قدام هو عمل إيه. وكان لقبه العبقري. وندخل للشخص الثالث ولقبه ملك المفاتيح، وهو شخص مجهول والشرطة ما قدرتش توصل ليه أو حتى تقبض عليه. هنا كده الفريق اكتمل وقدر ليوناردو يضم الأشخاص اللي مهارتهم هتناسب مهمته، بس كان ينقصهم شيء مهم، كان ينقصهم تخطيط المبنى عشان يقدروا يدخلوا هم ال4، لأن الوحيد المصرح ليه بالدخول للمبنى هو ليوناردو. وعليه سافر ليوناردو لبلجيكا وراح لمكتبه في مبنى المركز العالمي للماس، وبعدها طلع على مديرة المبنى وطلب منها انه عايز يوسع شغله وعايز ياخد اكتر من مكتب تاني، بس عشان يقدر يختار الاماكن الصح طلب منها مخططات للمبنى عشان يقدر يختار المكان الصح اللي يقدر يختار فيه مكاتبه. طبعا هنا مديرة المبنى وافقت على طلبه، لكن المفاجأة هنا ان المديرة ما ادتوش مخططات الطوابق، لا دي ادته مخططات المبنى كله. ودي كانت اجمل هديه ممكن يتمناها ليوناردو، لان بالمخططات دي يقدر يشوف افضل واسهل طريقه يقدر يوصل بيها للخزنه الرئيسيه. وفعلا الخرايط قدرت توصلهم بمنطقه دخول المبنى من غير ما يعدوا على اي نقطه تفتيش، وده كان من خلال باب وراء المبنى كان مخصص لدخول العربيات، رغم ان الباب عليه كاميرات واجهزه مراقبه اللي انه يبقى اسهل بكتير من اي مكان تاني. بس هنا الفريق اتضح انه محتاج عضو خامس في العمليه يكون السواق اللي هينتظرهم في العربيه عشان ياخدهم وبمنتهى السرعه ياخدهم ويبعدوا عن المكان في اسرع وقت. وعليه ضموا الشخص الخامس وكان اسمه بيترو تافانو. نرجع بقى للعبقري ومخطط العمليه ليوناردو كان كل يوم يروح للمبنى ويدخله ويفضل يتمشى فيه. زي ما قلنا ليوناردو كان شخص اجتماعي وشخصيه محبوبه وبيقدر يكون صداقات وعلاقات. ليوناردو قدر يكون صداقات مع موظفين الامن المتواجدين في المكان، لدرجه انه كان بيدخل اماكن ممنوع على اي حد يدخلها، زي مثلا اوضه مراقبه الكاميرات، بحجه انه بقى تجمع صداقه مع معظم موظفين الامن والحراسه. وكان هدفه من دخول اوضه الكاميرات هو يشوف اتجاه زوايا الكاميرات وازاي هما بيراقبوا المكان، عشان ليوناردو يوصل لاخطر معلومه، وهو ان الموظفين الامن والكاميرات بيراقبوا الخزينه الرئيسيه في اوقات العمل الرسميه بس، او بعد ما اصحاب المكاتب بيمشوا وبعد انتهاء العمل ما بيراقبوش الخزنه الرئيسيه، على اساس ان المكان بيبقى مقفول ومحدش بيكون موجود من اصحاب المكاتب، او بمعنى اصح الكاميرات بتكون مراقبه المكان وبتسجل، بس مفيش حد من الموظفين قاعد بيراقب من خلال الشاشه. قعدوا افراد العصابه مع بعض عشان يتفقوا على عمليه وازاي هيدخلوا المبنى ويسرقوا الخزنه، لحد ما توصلوا ان العمليه لازم تتم في يوم واحد ووقت ما يتعداش ال5 ساعات. بس المشكله هنا انهم ازاي هيقدروا يخترقوا كل الاجهزه الامنيه المعقده ويدخلوا يسرقوا ويخرجوا وكل ده في 5 ساعات بس. هنا جت فكره عند إليو العبقري. وعشان نتعرف على إليو اكتر، إليو حرامي وتخصصه في فك شفرات الكاميرات واجهزه المراقبه والاستشعارات والحساسات، وهو في الاصل اصلا عنده محل لبيع كاميرات المراقبه واجهزه الامان. يعني هو مش بس بيبيع اجهزه الامان، لا ده كمان عارف ازاي يبطل مفعولها، ويقدر من اول نظره للجهاز يعرف الموديل بتاعه ويعرف ازاي يتعامل معاه ويوقفه. والفكره اللي جت في دماغ إليو انه يدخل المبنى ويحط كاميرا صغيره في اتجاه باب الخزينه، ومن خلال الكاميرا اللي هيحطها هيقدروا يلقطوا كلمة السر اللي بيدخلها الموظف الخاص بفتح الخزينة. لأننا لو تفتكروا إن الخزنة فيها كميات أمان وحماية عالية جدا، وهو بحاجة إنهم يعرفوا كلمة السر بأي شكل. لكن إزاي إليو هيقدر يدخل المبنى ويوصل للخزنة من غير ما حد يشوفه ويشك فيه؟ هنا بقى جت الفكرة المجنونة. ليوناردو بما إنه معاه الكارت الإلكتروني اللي بيقدر يدخل بيه المبنى ويخرج براحته في أي وقت وفي أي مكان، لانه مستاجر مكتب جوه المبنى، اقترح ان إليو ياخد الكارت بتاعه ويعمل له ورقه عمل كأن إليو واحد فن صيانه وهيصلح حاجه في مكتب ليوناردو. وبالفعل ده اللي حصل. إليو
خد كارت ليوناردو ووصل الباب الرئيسي للمبنى، وفعلا قدر يدخل بكل سهوله. حتى لما الامن وقفوا واتكلم معاه اقتنعوا بكلامه. قال لهم اليو انه فن صيانه وطالع يعمل شغل في مكتب ليوناردو. هنا اقتنعوا بكلامه وسابوه يدخل المبنى عادي جدا. والحاجه التانيه اللي عملوها ان اليو دخل المبنى بالليل او بعد الدوام الشغل في المبنى، والسبب هو ان الخزنه بعد اوقات الشغل محدش بيراقبها او الكاميرات بتكون عليها بس مفيش موظف قاعد على شاشه وبيراقب. وبالفعل قدر اليو يوصل لباب الخزنه وغطى الكاميرا اللي راكبه بكيس بلاستيك عشان ما تصورش ايه اللي هيحصل. وقدر اليو ساعتها يركب كاميرا صغيره جدا وحطها فوق الكاميرا الاساسيه اللي اصلا بتصور باب دخول الخزنه. وبعدها خرج اليو واكتملت مهمته بكل نجاح. بعد تركيب الكاميرا قدر الفريق انه يوصل لكلمه السر الصعبه بتاعه الخزنه، وقدروا كمان من خلال الفيديوهات اللي صوروها انهم يشوفوا مفتاح الخزنه واللي طوله تقريبا 30 سم ويعملوا منه مفتاح زيه بالظبط. الفريق هنا وصل لخطوات كبيره، بقى معاهم كلمه السر ومعاهم المفتاح وعندهم طريقه للدخول. كده ينقصهم ازاي هيعطلوا اجهزه الانذار والاستشعار وازاي هيتفادوا الكاميرات. وكان من اصعبهم الانذار اللي كان متثبت اعلى الباب. الانذار ده كان عباره عن قطعتين من المعدن، قطعه راكبه في الباب نفسه والقطعه الثانيه راكبه في القايم بتاع الباب. ولو الباب اتفتح والقطعتين بعدوا عن بعض او اتفصلوا عن بعض على طول الانذار هيشتغل. وهنا اليو قدر يوصل لحل وجربه وقت ما دخل وركب الكاميرا، وهو انه جاب قطعه من المعدن وركبها على القطعتين نفسهم اللي على الباب، وقدر يفك القطعتين اللي متثبتين في الباب. وهنا قدر يشيل خالص جهاز الانذار وهو متصل ببعضه، وبكده يكون الباب تقدر تفتحه من غير ما الانذار يشتغل. ولما هنا اليو اتاكد من نجاح تجربته رجع تاني القطعتين المعدن مكانهم في الباب عشان محدش يشك في حاجه. ونيجي هنا لمشكله دخول باب الجراج، المدخل اللي قلنا عليه وانهم شافوه انه انسب حاجه للدخول ليهم. الباب بتاعه باب الكتروني بيفتح ويقفل من خلال شفره ريموت، يعني كل واحد كان ليه الحق يدخل باب الجراج كان بيديله ريموت صغير زي شفره الريموت كده بتاعه الاسانسير عشان يقدر يفتح بيها باب الجراج. ويجي هنا برضو دور اليو العبقري، واللي انا شايفه هو فعلا العبقري وصاحب الفضل الحقيقي في ان السرقه تنجح. اليو بما انه متخصص في اجهزه الامان والكاميرات والحمايه قدر يوصل للجهاز اللي بيتحكم في الباب، ومن خلال الموديل بتاعه قدر اليو يوصل للشفره بتاعته بما انه متخصص في الحاجات دي، وبكل سهوله قدر يعمل الشفره اللي هتفتح لهم الباب ويدخلوا بكل سهوله. كده اليو لوحده قدر يركب الكاميرا الصغيره قدام باب الخزنه وقدر يوصل لكلمه السر اللي بتفتح الباب، وقدروا من خلال الفيديوهات يصنعوا المفتاح، وقدروا كمان يوصلوا لحل تبطيل الانذار اللي متركب على الباب الرئيسي. كده بقى مش ناقصهم غير انهم يبطلوا المستشعرات الضوء والحراره والحركه جوه الخزنه. هنا الفريق اجتمع مع بعضه وجابوا الفيديوهات اللي كان مصورها ليوناردو. فاكرين في بدايه القصه لما قلنا ليوناردو كان بيدخل الخزنه عشان يفتح الصندوق الخاص بيه وكان دايما شايل شنطه مثبت فيها كاميرا، وقدر يصور فيديوهات كتير لكل شيء جوه الخزنه. من خلال بقى الفيديوهات دي يجي دور اليو العبقري. اليو قدر يعرف نوع جهاز الاستشعارات اللي متثبته جوه الخزنه، وبعدها راح اشترى جهاز زيه بالظبط وفضل يعمل عليه تجارب، وفي الاخر وصل لطريقتين لتوقيفه. الطريقه الاولى هو لو ان الجهاز قدرت تغطيه بعلبه من الفلين، عارفين الفلين الابيض اللي هو لما بتيجي تشتري تلفزيون او ثلاجه او بوتاجاز جديد او اي اجهزه كهربائيه بتلاقي جوه الكرتونه قطعه من الفل الابيض عشان تمتص الصدمات. اهو ده بقى الفلين اللي اليو جربه، ولما غطى بيه الجهاز الاشارات اللي بتطلع منه اتحبست او كأن الجهاز ملوش لازمه ومش بيشتغل. بس ازاي يقدروا يدخلوا لحد الجهاز اصلا ويغطوه؟ ما اكيد الجهاز هيحس بيهم وهيشتغل. هنا جت الفكرة التانية. الفكرة التانية هو ان ليوناردو قبل العملية بيوم هيروح مكتبه عادي وبعدها هيروح على الخزانة، بس هياخد معاه بخاخ مثبت شعر. وكانت مهمة ليوناردو انه يرش من البخاخ ده على جهاز الاستشعار، والطريقة دي بتقلل من كفاءة الجهاز او بتخليه مش شغال بس لمدة 48 ساعة. وبعد 48 ساعة بيروح اثار الرذاذ بتاع المادة اللي اترشت عليه ويرجع يشتغل تاني بكل كفاءته. وكانت كل الافكار دي كان من نتائج تجارب عملها اليو العبقري. وبالفعل ليوناردو قبل العملية بيوم راح للخزنة، وقف عند الحساس وطلع البخاخ من كم الجاكيت بتاعه وعمل نفسه قال يعني بيتمطع كده وبيرفع ايده لفوق وقام راشش كمية كبيرة من الرذاذ على المستشعر. وهنا بقى مراقب الكاميرات حس بحاجه غريبه او ان ليوناردو بيعمل حركات مش طبيعيه، قام نازل له على طول. وهنا ليوناردو بطريقته واسلوبه الجميل، وهو اصلا كان بيربطوا بيهم علاقات صداقه قويه، اقنع موظف الكاميرات ان كان بيعدل شعره وده سبب حركه رفع ايده لفوق. وعدى الموضوع على خير، وبكده بتكون العصابه وصلت لاخر مهمه في العمليه قبل السرقه.
معاهم دلوقتي طريقه الدخول، الارقام السريه، المفتاح، حتى اجهزه الاستشعار ما بقتش شغاله. ونيجي بقى ليوم السبت الموافق 15 فبراير لسنه 2003. اتحرك الفريق بالكامل بالعربيه ويقفوا بالعربيه عند باب مدخل الجراج، وقدر هنا اليو يفتحه بالشفره اللي عملها، وقدروا ساعتها يدخلوا المبنى. وبعدها يجي دور العضو الرابع في الفريق واللي شخصيته اصلا مجهوله، والشخص ده كان كل خبرته في الحياه هو فتح الاقفال وصناعه المفاتيح، وهو برضه اللي قدر يصنع لهم مفتاح الخزنه الرئيسي اللي طوله 30 سم. دور بقى هنا ملك المفاتيح، وده كان لقبه، انه جاب معاه مجموعه من المفاتيح الماستر اللي بتقدر تفتح اي باب، لان طريق الفريق مش سهل، او بمعنى مش عشان انهم قدروا يدخلوا المبنى من الجراج ان كده طريقهم بقى متسهل، لا ابدا، بالعكس، ده في بيبان مقفوله كتير هيقابلوها ويحتاجوا يفتحوها. وهنا قدر ملك المفاتيح بالمفاتيح الماستر اللي معاه قدر يفتح باب ورا التاني لحد ما وصلوا للخزنه الرئيسيه. واول ما وصلوا للخزنه الرئيسيه بسرعه غطوا الكاميرات بكيس بلاستيك، وبعدها اليو قدر يفك جهاز الانذار المتثبت فوق الباب، واللي قدر يثبت فيه قطعه معدنيه عريضه تخلي قطعتين الانذار ما يبعدوش عن بعض، وبعدها خلع خالص جهاز الانذار. وبعد كده جه دور انهم يدخلوا كلمه السر، واللي كانت عباره عن 4 خانات وكل خانه بيتكتب فيها رقمين. وهنا الحمد لله كلمه السر طلعت صحيحه، وهنا لما كان بيتكتب الرقم صح بتفتح لك الفتحه اللي بتدخل فيها المفتاح اللي طوله 30 سم. بس هنا حصلت مفاجاه، المفتاح اللي كانوا عاملينه ما فتحش وما كانش مطابق خالص للمفتاح الاصلي. هنا افراد العصابه حسوا بخيبه امل كبيره، تخيل توصل لكل ده وتيجي على اخر خطوه وتفشل. لكن هنا يجي دور ليوناردو في خلال ال3 سنين اللي قعدهم في المكان عمل صداقات كتير مع موظفين الامن والكاميرات، واوقات كان بيروح لغرفه الكاميرات ويفضل يتكلم مع موظفين الكاميرات ويحكي معاهم، وكان بيحاول يروح لموظف الكاميرات في مواعيد فتح الخزنه وقفلها عشان يشوف طريقه الموظفين في التعامل مع الفتح والقفل. وافتكر ساعتها ليوناردو ان الموظفين بيحطوا المفتاح في غرفه من الغرف جوه دولاب عادي، يعني يقدروا بمنتهى السهوله يفتحوا الغرفه دي وياخدوا المفتاح اللي جوه الدولاب. وبالفعل الفريق عمل كده، راحوا للغرفه فتحوها وبعدين راحوا على الدولاب العادي كسروه وخدوا منه المفتاح الماستر. بس انت لازم تستنى، مهمتهم هنا برضو لسه ما خلصتش لحد كده، لسه جوه في مستشعر للضوء وجهاز تاني مستشعر للحركه والحراره. مستشعر بقى الحركه والحراره كان قبلها بيوم ليوناردو رش عليه رذاذ مثبت الشعر، وده بيقلل جدا من فعاليته. وهنا بقى يجي دور فرناندو فينيتو. فرناندو بقى دخل بكل بطء وجاب معاه لزق عريض وقدر يغطي جهاز مستشعر الضوء، وخد معاه علبه الفلين وحاول يركب العلبه على الجهاز مستشعر الحراره والحركه عشان يبقوا متاكدين انهم فعلا ابطلوا مفعوله تماما. وفعلا قدر يركب العلبه عن طريق انه علقها في كده في عصايه طويله، وقدر واحده واحده يقرب العصايه اللي عليها العلبه ويركبها على الجهاز، تحسبا انه ممكن يكون قربه من الجهاز ممكن يخلي الجهاز يشتغل ويحس بيه. وبالفعل نجح فرناندو في تعطيل جهاز استشعار الضوء وجهاز استشعار الحراره والحركه، وقدروا هنا الفريق بالكامل يكونوا جوه الخزنه وقدامهم 190 صندوق من صناديق الامان واللي مليانه بالالماظ والذهب والفلوس. نيجي هنا بقى لفتح الصناديق. العصابه كانوا حاسبين كل حاجه، والفريق هنا برضو قدر يصنع آلة تساعدهم في فتح الصناديق دي، وقدروا يصمموا أداة أو آلة على قد الصندوق بالظبط. انا مش عارف اشرح لكم طريقه عملها، بس زي ما هي موجوده في الفيديو اللي قدامكم دلوقتي، فكره بسيطه لكن نتائجها كانت عظيمه. وبعدها قدرت العصابه انها تسرق ماس وذهب بقيمه توصل لاكتر من 100 مليون دولار، ودي قيمه سنه 2003، ولو حسبناها بقيمه النهارده والتضخم الرقم هيتضاعف. المهم الفريق ملى كل الشنط اللي معاه بالفلوس والالماظ والذهب، وبعد ما شنطهم اتملت قالوا كفايه كده وما حبوش يطمعوا، وفتحوا تقريبا 100 صندوق من اصل 190 صندوق. يعني كان في امكانهم ياخدوا اكتر من كده، وكان عندهم الوقت لكده لان السرقه كانت السبت بالليل والاحد بيكون اجازه، لكن هم حبوا يلتزموا بالخطه اللي عاملينها. دول حتى كانوا سايبين كميات كبيره من الماس والذهب مرميه على الارض جوه الخزنه. وبعد ما خلصوا سرقتهم طلعوا على اوضه الكاميرات وخدوا كل اشرطه الفيديو اللي بيتسجل عليها الكاميرات. دول حتى خدوا كل الاشرطه اللي متسجل عليها لقبل اسبوع عشان يمحوا اي دليل او انهم يتعرفوا على اي شخص منهم. وعلى الساعه 5:30 الفجر، اي بعد 5 ساعات من الاقتحام، رجعوا للجراج وركبوا العربيه وتحركوا على بيت ليوناردو اللي في بلجيكا. وهناك لما حطوا كل المسروقات اللي سرقوها عرفوا انهم نفذوا اكبر عمليه سطو على خزنه في التاريخ، وكانوا كلهم فرحانين بنجاح عمليتهم اللي كانوا عارفين انها هتتصنف من اذكى واصعب
عملية السرقة في العالم. ونيجي بقى اليوم 16 فبراير وهو يوم الحد وتاني يوم من العملية. هنا قرروا الفريق ان كل واحد هياخد نصيبه ويروح لحاله ومش هيتقابلوا تاني ولا حتى يتصلوا ببعض. بس قبل ما يمشوا مسكوا البيت اللي كانوا قاعدين فيه وهو بيت ليوناردو، مسحوه ونضفوه ولموا كل الزبالة منه عشان لو لا قدر الله الشرطة جت وفتشت البيت ده في يوم من الأيام ما يلاقوش أي بصمات ليهم. وبالفعل العصابة كلها نظفت البيت بالكامل ولموا كل الزبالة، وكل واحد هنا هيمشي في اتجاه ومش هتقابله تاني. ليوناردو وبيترو تافانو اللي كان دوره كان السواق في العملية كانوا مع بعض وخدوا الزبالة معاهم في عربيتهم عشان يرموها في مكان آمن، وبعدها هيطلعوا على إيطاليا في أسرع وقت. لكن هنا بيترو تجيله حالة من الهلع والرعب وبقى يجيله إحساس إنه هيتقبض عليه أو إن البوليس وراه وهيمسكه. هنا حاول ليوناردو إنه يهديه لكن الحالة كانت بتزيد، وفضل بيترو يقول إحنا لازم نرمي الزبالة دي بسرعة، إحنا لازم نرميها في أسرع وقت لأن ده الدليل الوحيد اللي هيدلنا. ليوناردو هنا حاول يهديه ووقف حتى العربية على جنب. العربية كانت ساعتها واقفة فوق جسر أو فوق كوبري. ساعتها ليوناردو قال له عشان يهديه أنا هنزل أدور على مكان آمن نرمي فيه الزبالة يا سيدي وحاول تهدى شوية. وفعلا نزل ليوناردو عشان يدور على مكان يقدر يدفن فيه الزبالة بتاعتهم لأنها فيها أوراق وحاجات كتير عليها بصماتهم كلها. المهم ليوناردو لقى مكان جوه قلب حديقة وقال هو ده المكان الآمن اللي هقدر أدفن فيه الزبالة بتاعتي. لكن لما رجع ليوناردو كانت المفاجأة، لقى بيترو ماسك أكياس الزبالة وعمال يفضيها من فوق الكوبري، وكل الأوراق وأشرطة المراقبة اللي سرقوها والحاجات اللي كانت موجودة جوه الأكياس بقت كلها في كل مكان تحت الكوبري. يعني تعتبر مرمية في مكان عام بيعدي فيه العربيات والناس كل دقيقة، وكمان صعب انك كمان تنزل وتلمها. هنا ليوناردو حس انه فعلا وقع في كارثة ومشكلة كبيرة، بس كان هنا الأهم إنه يهدي بيترو عشان يقدروا يكملوا طريقهم ويدخلوا إيطاليا، لأن دخولهم إيطاليا هيكونوا كده في أمان، لأنهم حتى لو الحكومة البلجيكية عرفت إنهم المنفذين للعملية مش هيقدروا حتى يقبضوا عليهم، لأن مفيش معاهدة تسليم مجرمين بين إيطاليا وبلجيكا. هنا بقى هيجي في بالك سؤال، طب إزاي هم هيقدروا يدخلوا بالماس ده ويعدوا بيه من بلجيكا لإيطاليا؟ لأنهم في الحالة دي هيعبروا حدود وهيمروا على نقاط تفتيش كتير جدا. هنا هقول لك يا سيدي ان بلجيكا وايطاليا او الدول الاوروبيه عموما بتربطهم اتفاقيه الشنجل، وانهم يقدروا يدخلوا اي دوله من دول الشنجل من غير ما يتفتشوا او حد يقول لهم انت رايح فين ولا جاي منين او حتى معاك ايه في العربيه. وبهنا قدر ليوناردو وبيترو يوصلوا لايطاليا بامان ويعدوا بسرقتهم. ونوصل هنا بقى اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير، وده يعتبر اول يوم عمل بعد الاجازه. هنا اتفاجئ حارس الامن ان باب الخزنه الرئيسي مفتوح وان الخزنه تم اقتحامها وسرقتها، وبسرعه اتصل بشرطه الماس. ايوه شرطه الماس، هناك في شرطه خاصه للماس مش الشرطه العاديه، لان زي ما قلنا المدينه دي هي مخصصه لبيع وتجاره الماس، عشان كده كانوا عاملين لها شرطه خاصه للماس. وهنا قدرت الشرطه من خلال التحليلات والمعطيات اللي قدامهم ان اللي نفذ العمليه واحد من جوه المبنى، لان تفاصيل السرقه بتقول ان استحاله واحد يجي من بره ويعرف كل الاسرار وطبقات الحمايه والامان اللي اخترقت دي كلها. وهنا بدا الشك في كل الموظفين والمستاجرين اللي في المبنى نفسه، بس ده كان عددهم كبير. لكن بقى هنا يحصل اللي ليوناردو كان خايف منه. في نفس اليوم اللي الشرطه اكتشفت فيه السرقه، واحد بلجيكي عجوز كان بيحب يطلع يتمشى كل يوم الصبح، والطريق اللي كان بيمشي فيه دايما هو المكان اللي اترمت فيه الزباله. الراجل ساعتها اتضايق جدا وقال مين الاشخاص اللي يرموا زباله كده في الطريق ويشوهوا الشارع بالشكل ده. لكن الراجل لما قرب اكتر من الزباله لقى اوراق كتير مكتوب عليها اسم مركز الماس العالمي، والراجل اصلا كان قبل ما يطلع من بيته كان سامع بخبر سرقه مبنى مركز الماس العالمي. ساعتها الراجل حس ان الزباله دي اكيد ليها مغزى او معنى انها تترمي بالشكل ده وفي المكان ده. قام بسرعه اتصل بالشرطه اللي جت في الحال، وقدرت انها تلاقي كل اشرطه الفيديو اللي متسجل عليها الكاميرات، لكن للاسف كانت بايظه وما قدروش يشغلوها. لكن الخيط المهم اللي قدروا يحصلوا عليه هو كان الكارت الشخصي وورقه العمل اللي كانت مع ليو. فاكرين لما قلنا ان ليو اللي هو مهمته كانت في العمليه تعطيل الكاميرات والحساسات؟ اليوم بقى اللي دخل فيه المبنى كان دخل بورقه عمل، وانه دخل يصلح حاجه في مكتب ليوناردو، وكان مع ورقه العمل كارت شخص ليه زائد الكارت الالكتروني بتاع البوابه واللي كان خاص بمين؟ بليوناردو. وهنا المحققين قدروا يربطوا عمليه السرقه بليوناردو، او ان ليوناردو عضو من الفريق اللي سرقوا الخزنه. ولما فرقه المحققين كثفوا بحثهم ورا ليوناردو اكتشفوا انه مأجر مكتب جوه من اكتر من 3 سنين،
وفي خلال ال3 سنين دول ما عملش ولا عملية بيع واحدة. وهنا اتأكدوا من شكوكهم وان ليوناردو هو الفاعل، بس عشان يقبضوا عليه لازم يكون معاهم أدلة قوية، لأن مفيش حاجة تثبت ان ليوناردو المتهم الفعلي للسرقة. وهنا الشرطة كانت بتحاول تجمع أدلة قوية عشان تثبت التهمة عليه. بس نيجي هنا للمفاجأة اللي عملها ليوناردو بعد كام يوم من السرقة حس ان الوضع هادي وان خطتهم فعلا نجحت ومحدش هيقدر يوصل للجنيه. هنا ليوناردو قرر انه يرجع لبلجيكا تاني ويرجع لمكتبه عشان ما يبقاش في اي شكوك عليه، وكمان يرجع لبيته اللي في بلجيكا ويحاول يمحي اي اثر ممكن يكون سابه جوه البيت. وبالفعل رجع ليوناردو لمركز الماس، لدرجه ان موظفين الامن لما شافوه داخل عادي اتفاجئوا. وهنا بسرعه مديره المبنى طلعت من مكتبها وقابلته وفضلت تتكلم معاه في اي مواضيع لحد ما الشرطه توصل وتقبض عليه. وبالفعل قدرت الشرطه تقبض عليه وهم مستغربين ومتفاجئين باللي عمله ليوناردو وانه جاي بنفسه لحد عندهم. طبعا ليوناردو كان متفاجئ اصلا ونفى انه يكون له اي صله بالسرقه، لكن لما راحوا فتشوا بيته لقوا شرايح التليفون اللي كانوا بيستخدموها العصابه، ولقوا ادله زي بصمات لافراد العصابه. وقدرت ساعتها الشرطه البلجيكيه تتواصل مع الشرطه الايطاليه انها تتعاون معاهم في تفتيش بيت ليوناردو في ايطاليا. وبالفعل الشرطه الايطاليه فتشت بيت ليوناردو وقدرت تلاقي خزنه صغيره فيها كميه من الماس، وكان من ضمنهم ماسه عليها رقم تسلسلي. ولما رجع الرقم التسلسلي ده اتضح ان الماسه دي من ضمن الماسات اللي المفروض تكون موجوده في خزينه مركز الماس العالمي في بلجيكا، وده كان الدليل الوحيد اللي قدروا يمسكوه عليه. وهنا بقى حصل اللي ما كانش متوقع، لان الحكومه الايطاليه وافقت ان ليوناردو وفرقه عصابته انهم يتحاكموا في المحاكم البلجيكيه. تعالوا بقى وركزوا معايا في الكلام اللي جاي. في القانون البلجيكي وفي قضايا السرقه بالتحديد، لو السرقه بدون عنف او ان مفيش اشخاص اتاذوا فيها بيكون اقصى عقوبه على المتهم هي 5 سنين بس. متخيلين؟ وتعالوا بقى اسمعوا المفاجاه التانيه والاحكام اللي اتحكمت عليهم. ليوناردو واللي يعتبر العقل المدبر للسرقه خد 5 سنين. خد 5 سنين من غير ما يرجع غير 10% من المسروقات اللي اتسرقت، واللي هم اصلا حصلوا عليها من بيته لما فتشوه. اما باقي الماس والذهب مرضيش يقول لهم على مكانه، وفي الاخر خد 5 سنين. اما بقى افراد العصابه واللي هم فرناندو وبيترو واليو كان كل واحد فيهم خد 6 شهور بس. 6 شهور وبعدها هيطلعوا من السجن ومعاهم ثروة كبيرة جدا. متخيلين اللي بيحصل؟ سرقتهم تجاوزت ال100 مليون دولار، يعني حصة كل واحد فيهم تقريبا 20 مليون دولار. مبلغ رهيب، مبلغ رهيب جدا يا جماعة. وبعد ما خلصت قصة سرقة القرن والله اتمنيت ان اكون مواطن بلجيكي ويكون ليا فريق. وبهنا اللي هيظهر قدامكم فيديو عن سرقة القطار الكبرى، قصة فيها تفاصيل عن أغرب وأكبر سرقة قطار محمل بالفلوس في العالم. سرقتنا تعدت ال60 مليون دولار. عشان تعرف ازاي قدروا يوقفوا القطر ويسرقوه ويمشوا بكل سهولة، تابع أحداث القصة هتعجبك جدا. وأتمنى لو الفيديو عجبك إنك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، وانتظروني في حلقة جديدة وحكاية مريبة. وكان معاكم أحمد جابر.